السلام عليكم، معكم لوريكي في أول حلقة من حلقة تيتوريكي. نظرا لطلب المتتبعين على صفحتي فقد تم تخصيص هذه الحلقة لتقديم جميع المعدات والأجهزة التي أستعملها في صنع فيديوهاتي. لاكتشاف هذا ابقوا معي. فبما يخص المكتب الذي أشتغل فيه فهو يتوفر على شاشة إضافية غير شاشة الكمبيوتر ومكبرات الصوت ذات ترددات متنوعة لسماع جميع الأصوات ومعالجتها بكل احترافية، بالإضافة إلى ماريو لكي نغير الأجواء قليلا. بالنسبة للكمبيوتر فهو Republic of Gamers من شركة أزوس ذو معالج إيسات الجيل الثالث. أظن فأنه الآن حاليا في الأسواق وموجود أحسن من ذلك بسرعة 2.6 جيجا هرتز بوست تو 3.6 جيجا هرتز. الرام 12 جيجا أوكت. كارت شاشة أو جرافيك كارد فهي انفيديا GTX 670 3 جيجا بايت في الذاكرة. فكما تعلمون أن الكمبيوتر جيمنز فهو يتوفر على خاصيات عالية وقوية جدا تسهل عليك المونتاج في الفيديو. فبما يخص الشاشة فهي شاشة 23 بوصة ذات تقنيات جيفورس 3D Vision التي تسهل عليك رؤية الأشياء on 3D. مكبرات الصوت فهي مكبرات الصوت ذات جودة عالية من نوع BST ولديها ترددات متنوعة تسهل عليك سماع جميع الأصوات مما يسمح لك بمعالجة الصوت بكل احترافية. أما بالنسبة للبرامج التي أستخدمها في عملي فهي مجموعة الأدوب لأنها متطورة واحترافية، بالإضافة إلى أن لديها مردودية جيدة. فأدوب بريمير برو للمونتاج، وأفتر إفكت للمؤثرات البصرية أو إفكس فيديو، بالإضافة إلى أدوب أوديشن لمعالجة الصوت، وفوتوشوب لإضافة بعض الصور للفيديو. كان هذا فيما يخص المكتب، والآن سوف ننتقل إلى المعدات والأجهزة التي أستعملها. من بين الأجهزة التي أستعمل وهي كانون 5D Mark III محبوبة الجماهير الغنية عن التعريف. فهي فول فريم 22 ميجا بكسل، معالج ديجيك 5 بلس، ISO يصعد إلى 12800 في الفيديو، تصوير فول HD وجودة HDR High Dynamic Range، بالإضافة إلى توفرها إلى 2 سلوت Compact Flash and SD card. أوصي بها جميع عشاق الفيديو أو التصوير. من بين الكاميرات التي كنت أستعملها قبل شراء 5D Mark III وهي الكانون 6D التي تتوفر على جودة عالية، فهي بمثابة الوسط ما بين ال 5D Mark III وال 5D Mark II، وهي التي حاليا أستعملها لتصوير هذه الحلقة بمساعدة سهام. فوالا كنقدم لكم سهام مساعدة سعيد. لانس ستوندار بزوم 24-70 ملم وهو ذو جودة عالية لاحتوائه على أبرتشر 2.8. كانون لانس 20-35 ملم وايد انجل فهو ذو جودة متوسطة ولكن ذو مردودية جيدة، وهو أقل ما يمكن استعماله مع الفول فريم، بالإضافة إلى أنه أرخص في السوق. محبوب اللينس وهو 50 ملم ذو جودة متوسطة ولكن ذو مردودية جد عالية لاحتوائه على أبرتشر 1.8 مما يجعل منه ذو جودة عالية في الأماكن المظلمة. أقدم لكم العملاق رود ATG3 شوتغان. لا داعي لذكر مميزاته لأنه معروف ذو جودة عالية في الأفلام في التقاط الأصوات. قنبلة الموسم وهو زوم H4n برو. لقد تم تعديل نسخة 2016 بالعديد من المميزات. لا تقلقوا، سوف أخصص حلقة لشرح مميزات هذا المنتوج في الحلقات المقبلة. أقدم لكم الكيج أو القفص للكاميرا 5D Mark III. من مميزات هذا القفص وهو يمكنك إضافة مجموعة من الأكسسوارات لتركيبها مع الكاميرا كالمونيتور أو الشاشة أو هاند ريكوردر أو ما يعرف بمسجل الصوت أو ميكروفون شوتغان أو بروجيكتور ليد. هذا المنتوج بإمكانك إضافة فولو فوكس في الكاميرا. كل هذه الأجهزة أو المعدات فهي بحاجة إلى تريبود التي تتحمل هذا الثقل، لذلك فأنا أستعمل تريبود محترفة التي تتحمل وزن 12 كيلوغرام لإضافة جميع الإكسسوارات بدون مشاكل. كل هذه المعدات والأجهزة سوف الآن يتم تجميعها وتركيبها لكي تصبح جاهزة لصناعة الفيديو. ابقوا معنا. كما ترون فبعد تجميع وتركيب جميع المعدات والأجهزة حصلنا على كاميرا احترافية بكل المعايير والمقاييس، لا من حيث الصوت ولا الصورة ولا حتى الجودة، وأظن أنها جاهزة لصنع أي فيلم احترافي. وبالنسبة للاستوديو الذي أعمل فيه فهو عبارة عن جرين سكرين الذي يستلزم الإضاءة الكثيرة لكي ينجح في ال VX أو في حذف الجرين سكرين. وبالصدفة جئت مع تورناز ديال خالد شريف
خالد شريف كلمه للناس. كنتمناو حاجه وحده، هو واحد الاستوديو هوليودي نيت بالماتيريال ديال بصح. هادشي اللي كنتمنى بصح. لأن هذه الأشياء لا شيء، لا تساوي شيء. إذا كان هذا هو التلخيص للمعدات والأجهزة التي استخدمها في أعمالي. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولو القليل. فإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتي والضغط على لايك ومشاركتي مع أصدقائكم إن أعجبكم. فإذا كانت لديكم مجموعة من التساؤلات حول هذه المعدات والأجهزة فلا تبخلون علينا بها في تعليق أسفل الفيديو. إلى هنا فأنا أضرب لكم موعدا الحلقة القادمة. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.